كان يا ما كان على ما حكاو ناس زمان. هذا راجل من عيال البلاد، عنده أراضي وجنانات، الديور والملاكات. كان بخل منه ما كاين، حتى الزواج ما قدر يتزوج، حيت عند بالو المرأة غير غيصرف عليها فلوسه. عاش يا سيدي البخيل، ما هو شبعان ولا مكسي كيف العيان. حتى الخبز والملكة يعطي الخدم، كيسمعهم عليهم الهضره. كانت ملاكاتو غادا وكتزيد، كل نهار كيشري الأراضي. واخا هادشي كامل اللي عنده، السعادة ما دقت بابو وقال مع بالو: كيبان ليا كنصرف الفلوس بزاف على الجنانات، كون غير لقيت المرا اللي تزير معايا المصروف وتكون ما كتاكلش. شنو زعما تزيدني حتى هي بماكلتها؟ وتنهد البخيل وسرح في تفكيرو. ايوا يا سيدي، دازت الايام حتى لواحد النهار من ايامات الله، بداو جاب في الهضره مع واحد من الخدم، وعاود ليه على المراه اللي تيتمنى يتزوج بيها، وشحال قلب عليها وما لقاها. الخادم كان تيسمع وعقلو تيخمم، وكيف يدير حتى يقول بهاد البخيل. مني سال الكلام مع البخيل، مشى للدار وعيط على بنته. ملي حضرات قال ليها: سمعي مزيان اش غادي نقول لك. غدا منين تشوفي البخيل دايز من حدا الدار، خرجي المعزه وقولي ليها: انتي بعدا كتاكلي ربيع، اما انا كاع ما كناكل. وفاش غادي يسول البخيل شكون هادي اللي ما كتاكلش، قولي ليه انا. قولي ليه براجل على قد حالو، وخوتي كتار وما عنده ما يوكلنا، داير لينا غير سريه ديال الخشب كلها مثقوبه، ومنين كيجينا الجوع تنمشيو ليها وكندخلو فمنا في جهه هذوك التقابي، تيدخل له هو حتى كنشبعو. وهكذا كان. الغد في الصباح دات البخيل من حدا الدار، وبنت الخادم خرجت المعزه وقالت ليها داكشي اللي قال ليها باها. البخيل سمع وما تيقات ودنو، ومشى عندها سولها: شكون هادي لاله اللي ما كتاكلش؟ انا سيدي، با فقير ما يكسب ما يعلم، وحنا 10 ديال الخوت ما عنده ما يوكلنا، داير لينا ساريه ديال الخشب كلها تقابي، وفاش كيجينا الجوع كنمشيو ليها وكنحطو فمنا من تحت تقابي، كيدخل له هو وكنشبعو. قال لها: وغير هكذا وكان؟ قالت له: ايه سيدي. البخيل بقى غير كيدور في عينيه. ايوا هذه هي المره اللي كنت كنقلب عليها. مشى عند البنت وبلا ما يفكر جوج المرات وقال لها: سمعيني يا لاله البنات، واش تقبلي تزوجي بيا وتولي انتي هي مولات هذا الخير كله؟ البنت حنات راسها وقالت: ايه موافقه سيدي. مشى البخيل خطبها من عند الخادم وتزوج بيها وخدال تعيش معاه في الدار وسط الجنانات. وكيف جابها يا سيادي؟ مشى وسط الدار وحط عمود كبير كله مثقوب، وقال لمراته: ايوا هانتي منين يجيك الجوع سيري للعمود وكولي مع راسك. تبسمات وقالت: ايوا الله يطول ليا في عمرك حيت فكرتي فيا. ايوا يا سيادي، دازت الايام والشهور والبخيل تيشوف مراته غادا وكتغلاط. بقى تيفكر: ويلي هادي شفتها جات عندي عاد صحاحت وزيانت، زعما غير من هو اللي كتاكل؟ لا لا، هادي باينه كتاكل بالتخبيه وخاصني نعرف. مشى يا سيدي البخيل عند كبير الخدم وهضر معاه في الموضوع. قال ليه: انا والله بعدا ما بقيت عارف واش المراه كتاكل ورازيني في المونه ولا لا، هي غير غاليه وكتصحاح، لازمني شي حيله باش نعرف بها شنو كاين. وهو يجاوبو كبير الخدم: اسيدي نكذب عليك الا قلت لك عارف، لكن علاش ما تخباش وسط المدخانه ديال الكانون وتطلع عليها وتعرفها واش كتاكل ولا لا؟ البخيل عجباتو الحيله. مشى هو وكبير الخدم للسطح ديال الدار وعاونو حتى دخل وسط المدخانه وبقى تما مخبي، ومره كيطلع على مرتو. مشى يا سيدي كبير الخدم عند مرت البخيل وقال ليها: لا 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 لا، بغيت نقول لك بلي راجلك مخبي في المدخانه ديال الكانون باش يعرفك واش كتاكلي ولا لا. مرت البخيل شكرات الخادم وعيطت على الطباخه وطلبت منها تجيب الحطب وتعمر به الكانون وتشعلو حتى يحمى مزيان.
وهكذا كان. شعلت الطباخة الكانون وطلع الدخان. البخيل تخنق بقوة الدخان اللي طالع، عينيه حمارو وصدرو ضيق عليه. خرج من المدخانة كيكحب مخنوق وما قادر حتى يوقف على رجليه. بقى يا سيدي مريض يومين هو شد الفراش. ايوا يا سيدي، دازت الايام وشد البخيل صحته، لكن بالو ما تهنى وهو كيشوف مراتو غادا وكتغلاط وما عارف مناش، خايف لا تكون رازيه في المونه ولا تتهز من المحصول وكتاكل. عاود عيط على كبير الخدم وطلب منه يفكر معاه على شي حيله اخرى. هو يقول ليه اسيدي انا كيبان ليا تخبى في البيت وبقى عاس عليها. ويقول ليه البخيل ايه ولكن راه غادا تشوفني. وهو يقول ليه دخل يا سيدي وسط الفراش، تقب فيه 3 ديال التقبات منين تشوف ومنين تنفس، وسد عليك الفراش مزيان باش ما تشوفكش. ويقول ليه البخيل ايه عجباتني هاد الحيله. وفي الحال مشى للبيت وجبد الفراش وتخشى وسط منه وتقب 3 ديال التقبات منين يشوف ومنين يتنفس. والخادم دار ما دار المره الاولى ومشى يجري عند مرت البخيل وخبرها باللي كان. لا 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 لا، بغيتك تردي البال، راجلك راه مخبي وسط الفراش في البيت، باغي يعرفك واش كتاكلي ولا لا. مرت البخيل شكرات عاوتاني الخادم من تاني وجديد، ومشات عيطات على الخدم وطلبت منهم يخرجوا فراش البيت يتشمش ويحيدوا منه الغبرة. الخدم داروا ما طلبت منهم مرت البخيل وخرجوا الفراش للشمس وكيضربوا فيه بالعصي باش تحيد منه الغبرة. والبخيل وسط منه ما قادر قاع يغوت وما قادر يخرج ويولي يولي ضحكة بين الخدم. صبر يا سيادي على الضرب حتى ردوا الفراش للبيت وخرج كله مضروب وزرق وكلا ماكلة الطبل نهار العيد. مشى يا سيدي شاد في ظهره وكيجر في رجليه وخرج من الدار ودار براسو عاد راجع. ومنين سولاتو مراتو على الضرب اللي فيه قال تعرضوا لي شفاره وسرقوا لي مالي وسخنوا لي عظامي. دخل يا سيدي البخيل لبيتو ونعس 10 ايام في الفراش، ومرتو قابلاتو وتهلات فيه وقالت ليه راجلي العزيز راك غليظ واللي شافك يطمع فيك، كيقولوا هذا شبعان ولا بد يكون جيبو عامر، خاصك دير بحالي وتاكل غير الهوا من العمود وغادي تضعف وتزيان صحتك. ايوا يا سيدي دازت الايام وتشافى البخيل من الضرب وباقي ببالو ما تهنى اللي فيه ما يهنيه. مشى وعيط عاوتاني على كبير الخدم باش يلقاو شي حيله اخرى. ملي لقاه قال ليه فكر معايا في شي حيله، انا ما نرتاح حتى نعرفها واش كتاكل ولا لا. ويقول ليه كبير الخدم اسيدي راك تخبيتي في بيت الطياب وحتى في بيت النعاس وما شفتي والو. ويقول ليه بقات بلاصه وحده هي بنت الخزين. ايه بيت الخزين. قال لي راه كاين تما واحد البرميل كبير في جنب المونه، تخبى تما وبقى كطلع عليها. ايوا هكاك مشى البخيل لبيت الخزين وتخبى وسط البرميل. اما كبير الخدم مشى تيجري عند مرت البخيل كيف ما ديما. لا 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 لا، راه بغيت نقول لك باللي سيدي مخبي وسط البرميل اللي في بيت الخزين، ردي بالك. مرت البخيل عيطات على الخدم وطلبت منهم يسخنوا برمة كبيرة ديال الماء ويجيبوا البرميل اللي في بيت المونة ويدخلوا فيه داك الماء الطايب باش يغسلوه. الخدم كانوا كيبغيو مرت البخيل حيت مهليه فيهم وما كيعاودوش معاها الكلام اللي طلبتها كتنفذ في الحال. وهكذا كان. جابوا الخدم البرميل وخاو فيه الماء طايب ومشاو. البخيل بقى كينقز وسط البرميل حتى جا كبير الخدم كيجري وخرجوا وكله فازك ومسلوق ونعس في الفراش الايام وقابلات وعاوتاني مرتو حتى برا. وتقول لي ايوا شفتي يا راجلي العزيز فيما كتقول لي انت خارج كتوقع عليك شي حاجه. يعني يا سيادي من كيبغي البخيل يتخبى في الدار كيقول لمراتو انا خارج لسوق القبيله.
ايوا في يوم من ايامات الله سافر البخيل لبلاد اخرى. من بعد ما وصل الخدم يحداو مرتو ويشوفوها واش كتاكل من وراه. مرتو جمعات الخدم كلهم وذبحات الذبايح وصدقات ووكلات وكسات الفقراء. الناس فرحات وخدمات بنيتها ودعات معاها. وملي رجع البخيل من السفر بانوا ليه الخدامة فرحانين ومراتو زادت غلاطت. هو يقول فراسو لا 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 لا، شي حاجة واقعة. مشى يا سيادي كيجري لبيت المونة تيقلب، هو يلقى المونة ناقصة. ومشى للكوري لقى جوج بكرات ناقصين. البخيل بقى تيغوت عقلو غيخرج. مشات عندو مرتو تجري، اش كاين اش واقع وعلاش هاد الغوات كله؟ وهو يقول ليها بيت المونة راه ناقصة فيه السلعة وجوج تيران ما كاينينش في الكوري، واش تسرقت من داري؟ ويتقول ليه لا راني كليتهم راجلي العزيز. شنو كليتيهم؟ ويتقول ليه ايه كليتهم وباقي عندنا كل سلاح ولا. الراجل من كثرة حبه للفلوس سمع الكلام مرتو وتصدم وطاح في الارض طيحة وحده. قدامه الامانة امانته، ما هو عاش وتمتع بخيره ولا صدق على غيره. وبقى كل ملكاته اللي ما تمتع بيها لمرته اللي كرمت الناس وعطات لكل واحد حقه. وهنا يا سيادي سالات حكاية البخيل اللي ما تمتع بماله. اما انا فسالات حكايتي اللي مشات مع الواد وانا بقيت مع الناس الجواد.